مرات اخويا القروبه قالت لي السمك لا في الفرن تشويه ولا في الزيت تقليه ولا حتى في الصواني تعمليه. قلت لها ليه، هو في حل بعد كده؟ قالت لي ايوه بالطريقه دي وحضريه. وعمري في حياتي ما كنت اتخيل ابدا ان انا ممكن اقدر واعمله في البيت بدون ولا نقطه زيت وبدون دخان نهائي. تعالي بقى اقول لك على الطريقه اللي لاول مره تشوفيها، بس اتمنى طبعا ان هي لو عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوه. اول حاجه انا بجيب السمك واغسله واخرج الخياشيم تماما، وبعدين ببدا بقى ان انا اغلفه بالليمون زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. بعد كده معايا هنا 5 حبات من البصل، ببدأ ان انا اقطعهم لجوانح بطريقة عشوائية زي ما انتم شايفين بالطريقة دي وبسيبهم على جنب. معايا كمان حبة بطاطس واحدة، هبدأ ان انا اقشرها بالمقشرة، وبعدين ببدأ ان انا اقطعها كده لشرايح تكون حجمها وسط بالشكل ده كده. شايفين يعني السمك ده هيكون مناسب جدا. وطبعا انت ممكن تستخدمي بدل الحبة حبتين. وببدأ ان انا اضيف عليهم كده معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين صغيرين من الخل واغطيها بالمية وبسيبها على جنب. قرنين 2 بقى من الفلفل الاخضر، او لو انت بقى متوفر عندك فلفل احمر ممكن تستخدمي، بقطعه كده لمكعبات. وكمان هحتاج لحبة طماطم واحدة هقطعها كده تقطيع مكعبات برضو زي تقطيعة السلطة بالظبط. وبسيب كمان الطماطم بتاعتي على جنب. هسيب بقى الطماطم بتاعتي دي بقى على جنب، وهجيب بقى البصل اللي احنا كنا قطعناه وهاخده في الكبه وافرمه فرمه ناعمه بالشكل ده. هاخد منه معلقتين 2 وعليه الفلفل وكمان معلقتين من الطماطم. وهضيف عليها كمان معلقه كبيره من الثوم المفروم ومعلقه كبيره من الملح ومعلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره. وهاخد الحاجات دي وامرقها مع بعض كويس قوي لغايه ما انزل كل الميه الموجوده فيها. نضيف عليها كمان معلقه ونص كده من هريسه الشطه وكمان معلقتين من الخل وعصير ليمونتين 2 نعصرهم كويس جدا. وممكن كمان تستخدموا عصير 3 ليمونات لو الليمون بتاعكم ميته قليله. واقلب الخلطه دي مع بعض وشموا بقى الريحه، بصوا تتبيله يعني، بصوا مفيش احسن من كده. في الحله بقى وفيها معلقتين او 3 من الزيت، وننزل بالبصل اللي احنا فرمينه فرمه ناعمه لغايه ما البصل ده ياخد معايا اللي هو اللون الذهبي. ما تغمقيش البصل معاكي عشان ما يطلعش معاكي الرز مره. احنا طبعا بنعمل ايه؟ بنعمل الرز الصياديه خطير. هاخد كمان معلقه من التتبيله اللي احنا محضرينها دلوقتي، وكمان اضيف كده معلقه صغيره من دبس الرمان، ولو مش عندك دبس الرمان ممكن تستخدمي العسل الاسود عادي. وننزل بالميه المغليه ونظبط الملح. اول ما الميه بتاخد غلوتين حلوين كده بننزل ب3 كوبايات من الرز او على حسب كميه الرز اللي انتوا هتستخدموها. واسيبه لغايه ما يستوي، واول بقى ما خلاص كده بيتلدد معانا ببدأ ان انا اديله تقليبه كده بفلفل، وما شاء الله حلو جدا. خلاص الرز بقى استوى معانا. معايا هنا معلقتين 2 من الرده، وطبعا السمك انا كنت مغلفاه كويس قوي بالليمون. هجيب كل حبه من السمك واغلفها برده. والصاج اللي معايا ما فيهوش اي لا ماده دهنيه، يعني ما فيهوش ولا نقطه زيت ولا حتى في ميه. ما فيهوش اي حاجه خالص، ناشف تماما. وهعمل كده في كميه السمك اللي معايا. ودلوقتي بقى جاهزين ان احنا ندخل الصاج ده تحت الشوايه. ممنوع نشغل الفرن خالص يا جماعه. انا بشغل الشوايه بس، لو شغلت الفرن من تحت هتيجي تقلبي السمك هتلاقيه لزق معاكي. احنا بنستخدم الشوايه وبس، وبحطه في اول رف، اول عين بعد الشوايه على طول. اول ما ياخد اللون ده وكمان الجنب ده يستوي معايا ببدا ان انا اقلبه بالطريقه دي. لو انت بقى مشغله الفرن من تحت هتيجي تقلبي السمكه هتلاقي السمكه لزقت معاكي. انما في الشوايه بس هتلاقيه ما شاء الله، وكمان بيبقى مستوي وطعمه حلو جدا. قلبت السمك زي ما انتم شايفين، هدخله تاني تحت الشوايه يكمل بقيه التسويه. اول بقى خلاص ما بياخد بقى لون حلو كده من الناحيتين ببدا ان انا اخرجه. وطبعا التتبيله احنا محضرينها من الاول، التتبيله اللي احنا عملنا منها الرز وعملنا منها السمك، وبرضه بضيف منها على السلطه كده وبتبقى حلوه جدا. هتبل السمك بقى من الناحيه دي وبقلبه عشان اتبله من الناحيه التانية، وبعدين بغطي عليها لغايه ما يشرب من التتبيله كويس جدا. عاوزه اقول لكم التتبيله دي فعلا هتعتمدوها وهتديكم طعم حلو جدا. كمان الطريقه دي بتعمليها بدون ولا نقطه زيت وبدون دخان، ومش بتبقى فوق الممتازه. خلاص كده تعالوا بقى نقدم الاكله بتاعتنا. ما شاء الله الرز لونه تحفه وطعمه، اهم حاجه طعمه حلو جدا. ما تحرقيش البصل عشان تاخدي لونه في الاخر ما تاخديش طعم حلو للرز. وادي السمك بتاعنا بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ هوريكم تسويه السمك عامله ايه عشان لما تعملي الطريقه دي للسمك تعمليها وانت مغمضه. فعلا ممتازة بدون دخان بدون ولا نقطة زيت، وحاجة كده تحفة. تخيلي ان هو هياخد معاكي بالظبط في الفرن اقل من 19 دقيقة او 18 دقيقة ومشغلة الشواية بس. وكمان هتوفري ان انت تعمليه بره. اظن بقى بعد المنظر القمر ده والسمك العسل اللي انتوا هتعملوه ان شاء الله بطريقتي وهتعتمدوها، عاوزة كل التعليقات تقولي تسلم ايدك يا لولا.